فده عطلت فيديو جديد وحشتني جدا يا جماعه. في الحقيقه النهارده انا مش عارف اتاسف لكم ازاي بجد، لاني انا النهارده كنت صاحي من النوم وناوي اعمل لكم فيديو حلو، بس للاسف كان في دوشه. بصوا يا جماعه، للاسف انا ساكن في منطقه يعني مش عارف اوصف لكم الوضع عامل ازاي بجد. انا العماره عندي بقى فيه دوشه، يعني تقدر تقول احيانا بتبقى معظم اليوم مثلا، يعني احيانا يعني اكيد طبعا مش على طول، بس احيانا بيبقى معظم اليوم دوشه، اللي هو تلاقي ناس بتزعق، ناس بتشاكل وحاجات غريبه بقى. تلاقي بقى موتوسيكلات ماشيه بتفرقع بوم بوم بوم، تحس قنابل ماشيه ما تعرفش في ايه، حاجات غريبه، موتوسيكلات غريبه ما اعرفش ايه الموتوسيكلات بنت اللذينه اللي جايه من الصين دي، ما اعرفش. موتوسيكلات غريبه يا جدعان، موتوسيكلات غريبه ما اعرفش يعني. انا كنت مفكرها موتوسيكلات بايظه اساسا، اتضح ان هي كده. طب ازاي ايه موتوسيكل بوم 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 تلاقي فرائع غريبه وحاجات غير حاجه بنت يعني، والله العظيم لولا ان واحد محترم كنت شتمت شتمه دلوقتي يعني، كنت قلت كلام قبيح يعني. بس والله يا جماعه يعني انا ماسك لساني بس بالعافيه والله يعني يا جماعه. فدوشه غريبه، وتلاقي طول الوقت بتاع الحاجات القديمه معدي، تلاقي البياعين. طبعا هو الناس ترزق، من حقها ترزق وكل حاجه، بس مش من حقك ان انت تقعد تتكلم بصوت عالي كده وتزعق في الميكروفونات بالطريقه ديت. فطبعا يا جماعه بجد الوضع رخم جدا باقصى ما تتخيلوه. حاجه يعني اللي هو بجد كنت بصور فيديو. هو بالمناسبه يعني هو ما كنتش بصور فيديو للقناه هنا يعني تمام، هو كنت بصور فيديو جيمنج. بس طبعا انتوا عارفين القناه هنا سميتها يوميات فدى عضلات لي، عشان هي خاصه كل حاجه تخصني، مش مرتبطه بالقناه الاساسيه بس، عشان الناس تبقى فاهمه النقطه دي يعني فاهمين قصدي. طبعا انتوا عارفين القناه الاساسيه اللي هي فدى عضلات بتاعت الكوميديا والتجارب الاكل والحاجات وكده، بس دي ما اسمهاش يوميات فدى عضلات عشان مرتبطه بيها، لا هي مرتبطه بكل اخباري عامه، بقناه الجيمنج كمان، بكل حاجه فاهمين قصدي. فالفيديو اللي كنت هعمله اساسا كان فيديو جيمنج حلو على قناه تفجير وتدمير، بس انا بسجل بقى ومتحمس وبتاع، ولقيت لك دوشه، فطبعا وقفت تصوير. مش عارف كل شويه بقى ايه اقول طب استنى شويه الدوشه تخلص، ما بتخلص بقى الدوشه تخلص، ما بتخلص. ومعلش يا جماعه مؤقتا يعني على بال ما اعمل لكم فيديو جيمنج جديد حلو، هحط لكم في الديسكريبشن اخر فيديو جيمنج انا عملته، كان بجد فيديو حلو وهتتبسطوا بيه ان شاء الله يعني. والله يا جماعه رغم ان انا عندي مايك بنسبه كبيره، وانا قاصد اجيب المايك ده دايناميك. طبعا انتوا عارفين المايكات، في مايك بيبقى دايناميك وفي مايك كوندنسر. الكوندنسر بيجيب دبه النمله يعني، الكوندنسر ممكن يجيب لكم الشارع كاني قاعد في الشارع حرفيا، فيمكن ده اهون كتير. بس للاسف ورغم انه بنسبه كبيره بيعزل الاصوات المحيطه، بس مش بيعزلها بشكل تام. ساعات الاصوات بتبقى قويه جدا لدرجه بتطلع برضك في المايك وتبوظ لي الفيديو. فطبعا يا جماعه انا بتاسف لكم جدا جدا جدا، اللي هو انا كنت فعلا ناوي اعمل فيديو جيمنج حلو النهارده على قناه تفجير وتدمير، ولكن للاسف الشديد بسبب الدوشه الجامده قوي ما عرفش اصور. بعدين الموضوع حتى يعني بيجيب لي ساعات احباط، اللي هو بقى ايه، اجي اصور الاقي في دوشه، اقوم ايه طب اقول استنى شويه، اجي اصور تاني برضك في دوشه، اجي اصور تاني، اللي هو الموضوع بقى خلاص بقى دماغي خلاص بقى طز بقى مش هصور، اللي هو انتوا فاهمين دماغي بتقفل بقى خلاص، اللي هو يعني وبقى نفسي اصور فيديو جيمنج وابسط الناس. يا جماعه اليوتيوب بالنسبه لي صدقوني مش مجرد ان انا انزل فيديوهات وخلاص، لا انا بحب انزل فيديوهات عشان ابسط الناس، وانا العب اتبسط باللعبه وانزل الفيديو الناس بتتبسط. بس بتخنق بقى، اللي هو خلاص ان شاء الله عني ما صورت بقى. انتوا فاهمين، انتوا متخيلين الموضوع بيوصل لايه؟ بتخنق عايز اصور ومش عارف، بتخنق. فانا مش عارف يا جماعه، وبرضك حابب اخد رايكم في حاجه. هل لو انا مثلا نزلت فيديو وفي دوشه، هل الناس مش هتتفرج على الفيديو او هتتضايق ولا ممكن؟ لان انا بصراحه في عندي مشكله كبيره يا جماعه، في عندي مشكله كبيره. ايه هي؟ اولا انا ما فيش امكانيه ان انا اعزل الاوضه، ودي مشكله بتقابلني من زمان الزمان، من ساعه ما بدات يوتيوب اصلا. اول حاجه العزل مكلف جدا، والكلام ده كان من قبل التعويم، والكلام ده كان العزل مكلف فوق ما تتخيلوا. ولازم، واصلا حتى ما فيش يعني الاوضه مليانه تفاصيل، ما اقدرش افضي الاوضه عشان اعزل، فموضوع العزل ده متجنب تماما حاليا. الحاجه التانية فكره ان انا اجر مكان عشان اصور فيه، برضك يعني مش هينفع لسبب كمان ان فكره ان انا انقل معداتي والكمبيوتر والحاجات دي لمكان تاني صعبه. وغير كده
انتوا عارفين الايجارات بتبقى انت ما يعني ممكن تأجر مكان يعني اللي هو ايه، مش يعني بصراحة يعني مع ان انا برجع الشغل متأخر وكده من الشغل متأخر، فهيبقى الموضوع محبط شوية. مش سهل ان انا يعني لو اجرت مكان لسه هنقل خط النت لسه، لا الموضوع حوار كبير وتكلفة وبتاع. فانا مش عارف، انا نفسي في حل ومش عارف، والموضوع خنيق، الموضوع خنيق جدا، مش عارف. فبجد يعني اللي يقدر يقترح على اقتراحات حل الموضوع ده يا ريت، لان انا من النوع اللي بزهق بسرعه، اللي هو بزهق بسرعه يعني يعني عايز اسجل في ظروف تمنع التسجيل، في دوشه، في بتاع، طب هعمل ايه؟ بتخنق بسرعه، انا ما بحبش كده. بس كده يا جماعه، وما تنسوش تحطوا لايك بقى. ما اعرفش والله يعني الفيديو ده فايدته ايه اصلا. بس انا بعتذر لكم، بس يعني ان انا ما عرفتش اعمل فيديو، معلش يا جماعه. بس كده وبس، باي باي.